السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيتي وبناتي. اليوم حضرت لكم العسل بالاسرار ديالو، طريقة النجاح ديالو، وإلا وقع لكم شي مشكل فيه اشنا هو الحل اللي غادي ديروا ليه. المقادير اللي غادي نحتاجو في العسل: عندي قالب ديال السكر، وعندي هاد القرعة ديال المناضة غادي نعبر بها إترو وربع. انا في العادي تندير إترو ونص، هو العبار الحقيقي ديالو اللي تيجيب العسل ديريكت، ما تيكون قاصح ما والو. ولكن هنا انا قلت الماء فعلا باش يجيني العسل قاصح، باش نقدر نعطيكم الحل الا قصح لكم العسل اشنو غادي ديروا ليه. ففي الفيديو الاول ديال العام اللي فات غتلقاوني دايره في المقادير قرعه ونص ديال الماء. لا صافي البنات، غادي نحتاج جوج طرونش ديال الحامض وجوج عواد ديال القرفه صافي. ماما شتي ماما غادي ندير كي قلت لكم قرعه ولا إترو وربع ديال الماء فقط، ولا غادي ندير في هذا العسل. ومن بعد غادي نوريكم الحل شنو هو الا قصح لينا العسل. لا ماما نسيتي ماما نسيتي ماما نسيتي ماما نسيتي ماما نسيتي. دابا البنات من بعد ما تيغلى العسل تيذوب السكر، تنسد عليه الكوكوط، غادي نخليه يطيب واحد نص ساعه تقريبا. وطليت عليه لقيتو هكا، يعني دابا باقي خاصو طياب واحد شويه، ماشي بزاف ولكن باقي خاصو طياب. عاود سديت عليه، ها هو من بعد ما طاب البنات العسل تيكون في هذا اللون هذا، والحامض تيكون ذهبي، اللون ديالو ذهبي، والعسل تيكون اللون ديالو مغمق بحال هكا. هذا هو العسل في المرحله الاولى اللي طفينا عليه اول مره، وهذا في المرحله الثانيه فاش طفينا عليه وكان العسل صافي طاب. كيف ما غتلاحظوا بان العسل بجوجهم جميع المراحل كان قاصح. داكشي علاش بزاف تاع البنات ملي تيشوفوا العسل قصح ليهم تيقولوا صافي غادي نحبسوا عليه الطياب، واخا يكون هو مازال ما طاب. ولكن بعد ما تديروا الحلوه ولا غتخلوه مده طويله تلقاوه رجع بحال السنيده، تيعاود يرجع سكر. علاش؟ حيت ما طابش مزيان. وهنا البنات كيف ما تشوفوا كنت نحضر الكوتي وفي نفس الوقت نطيب العسل، وقلت لي مالا نوريكم هاد المخمرات الا بغيتوهم خلوها لي في كومونتير وندير لكم ليهم فيديو. على شكل البنات تيجيو مخمرات تيكونوا لذاذين بزاف وما فيهمش الشحمه. درت فيهم تقريبا معلقه ديال الشحمه والبصله. تيجيو على هذا الشكل هذا تيكونوا لذاذين. اما بنات بالنسبه للعسل فانا خليته بات، من بعد ما طفيت عليه صافي خليته يبات باش يبان لكم الدرجه باش هو قاصح، يعني باش يبرد كليا. وكيف ما تتشوفوا الحل ديالي باش ملي يكون لكم العسل قاصح هو هادشي اللي غتشوفوا دابا. غادي نخليه يعاود يغلى من جديد، ومن بعد غادي ندير فيه انا على مراحل. درت نص كاس عاود نص كاس ديال الزهر. المهم انا خدمني كاس وربع ديال الزهر باش يرجع العسل عادي. صافي كي تنكب فيه الزهر تنخليه غير يغلى بحال هكا. دابا صافي طفيت عليه، يعني غير شويه يغلى ويعاود، وطفيت عليه باش ما يعاودش يتحرق ليا الزهر اللي درت شويه عاود يقصح العسل. اما بالنسبه للبنات اللي تيجيهم العسل جاري فما عليهم غير انهم يخلوه بلا غطا فوق الكوكوت يتشرب وغادي يرجع العسل قاصح. ما تخافوا منه والو، ما غيتحرقش الا ما سديتوش عليه ودرتو ليه الصفاره. خلوه يبقى يطبخ حتى يتحرق منه الماء ويولي عندكم عسل قاصح. صافي البنات هذا هو العسل ديالي. دابا لقيتو مازال قاصح عاود زدتو نص كاس. قلت لكم انا زدت الزهر على مراحل باش نشوف شحال يقدني ديال الزهر. المهم كاس وربع ولا كاس
ديريكت ندير الزهر، يعني كاس واحد عامر. وعلى حسب كما قلت لكم، على حسب كل عسل والدرجه باش هو قاصح، باش غادي ديروا ليه الزهر، يعني شويه بشويه، وديروا في طبيسيل وشوفوا واش جرى ولا مازال قاصح، وعاودوا زيدوا شويه ديال الزهر. صافي البنات، انا هنا اكتفيت بهذا القدر هذا ديال الزهر، ورجع عندي العسل كيف ما انا بغيتو. كي قلت لكم هنا قللت الماء باش يقصح العسل، باش نعطيكم هذه المعلومه. اما هو قالب ديال السكر فيه اطرو نص ديال الماء، باش غادي يجيكم نيشان. هو هذاك ما تيجيش قاصح، ما تيجي جاري. وهذا هو العسل ديالي كيف ما تشوفوا. هو كان قابط على هذا، حيت هذا باقي سخون شويه، كنت غنخدم به ديك الساعات، وكنت نخدم به بشنيخه. نتمنى ان الفيديو يكون مفيد وانه يعجبكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو وتخليو لي جيم او كومونتير تنتسنى. اما الفيديو السابق والفيديو اللي كنت حطيت قبل في القناه، فهو ديال بشنيخه اللي جات رخيصه وسهله بزاف. نتمنى انكم تجربوها.